السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة هنعمل حاجة لذيذة جدا وكلنا بنحبها، وكمان مكوناتها بسيطة جدا ومتوفرة عندنا، وكمان مش هتاخد وقت خالص ولا مكلفة. النهاردة هنعمل حلاوة القشطة اللي هي بتنباع في مولد النبي عليه الصلاة والسلام. النهارده هنعملها بطريقه سهله جدا ومبسطه ومش هتاخد معاكي وقت، بس تابعيني عشان في شويه تكات كده تخلي بالك، وما تسيبيش الفيديو للاخر عشان هتستفيدي. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه حبايب قلبي، معايا هنا كوبايه ونص سكر اهي، كوبايه ونص سكر تمام، ومعايا نص كوبايه ميه احطها على الاركان كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا هنا نص كوبايه عسل جلوكوز اهي زي ما انتوا شايفين اهو. هقول لكم دلوقتي ايه فايده عسل الجلوكوز في القشطوطه دي. تمام، اهي يا حبايب قلبي نص كوبايه، ومش هقلب خالص، وهنشوف الخطوه الثانيه. وهنا الخطوه الثانيه، ولعنا النار على الحله اللي فيها السكر وعسل الجلوكوز والنص كوبايه ميه يا حبايبي، وهنسيبها. واول ما تبدا الغليان نسيبها دقيقتين 2 بس، مش اكتر ولا اقل. تمام، نشوف بقى الخطوه الثانيه. معايا هنا 3 معالق كبار من الجيلاتين اهي يا حبايبي، 3 معالق كبار، وعليهم تلت كوبايه ميه دافيه، وابدا اقلبهم زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله اهو، واركنهم على جنب على بال ما الكراميل ايه يجهز. واضح كده؟ تعالوا بقى اقول لكم ايه فايده عسل الجلوكوز في الوصفه دي. طبعا احنا كلنا عارفين ان عسل الجلوكوز يا حبايب قلبي ان قصدي القشطوطه بتبقى طريه وبتمط معانا كده، صح؟ يعني لما بنيجي وده اللي بيشدنا ليه. عسل الجلوكوز يا حبايب قلبي من خواصه ان هو بيمتص الرطوبه من الجو، فبالتالي لما هيمتص الرطوبه من الجو هيمتص الرطوبه من الجو يديها لايه؟ للقشطوطه او الوصفه اللي انت بتعملي بيها ايه؟ عسل الجلوكوز. فهو ليه اهميه كبيره. والحاجه الثانيه ان هو بيساعد لي الجيلاتين، يعني بيساعد الجيلاتين على المطه اللي انتوا بتبقوا شايفينها والتماسك ده، وفي نفس الوقت الحاجه الطريه وجوسي. تمام كده؟ هنبدا نجيب شويه فانيليا هنا ونشوف هنعمل ايه. واللي مش عايز يحط فانيليا ممكن يحط ماء زهر او ماء ورد، ونقلبهم كويس مع بعض اهي، ونركنهم بقى على جنب. بعد ما الجلوكوز والسكر غلوا دقيقتين بعد الغليان وعديناهم بالظبط ما نكترش ولا نقلل، هننزل بيهم في بوله كبيره. هنبدا بقى نشغل المضرب الكهربي وهنضيف الجيلاتين زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ نشغل المضرب بعد ما وضعنا الجيلاتين زي ما انتوا شايفين لمدة حوالي 8 دقايق. شايفين الرغوة بتزيد كل مدى، وطبعا لازم نريح الجهاز. وزي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي انا بوريكم هي بتوصل لفين كل خطوة. بدأت توصل زي الكريم شانتيه كده واحنا بنضربه، بس طبعا هي لسه، لان المضرب مش شايل اي حاجه اهو، وده برضو دليل ان هي لسه خالص. هنشغل المضرب تاني. هنا بقى لازم تشوفوا المرحله دي، شايفين بدأت تمسك على الايدين بتاعت المضرب اللي هي بتضرب المكون، بس مش ماسكه
لدرجه كبيره، بس ما شاء الله تماسكت اكتر من الاول. فانا دلوقتي مريحه المضرب وهبدا بقى ايه اشتغل. بس انا بوريكم المراحل، شايفين التجانس؟ عشان تبقوا شايفين كل حاجه قدامكم. شايفين المرحله دي بقى؟ شايفين اهي بدا يمسك على ايه؟ بدا يمسك اهو، شايفين؟ بدا يمسك على ايادي المضرب، بس برضو بينزل. لا احنا مش عايزين كده، انا بوريكم مرحله مرحله. هنبدا نشغل حبايبي. اوريكم بقى المرحله الاخيره. زي ما انتم شايفين تجلست خالص اهي، وثابته على ايه؟ المضرب. شايفين؟ تقلت جدا. وهنا بقى جه ميعاد ان انا ايه؟ نحطها بقى في ايه؟ في الصينيه اللي احنا هنوزعها عليها. وهنا يا حبايبي جبت الصينيه اللي هفرد فيها، ودهنتها زيت كويس قوي على كيس تلاجة نضيف، ورشيت جوز الهند. وهبدأ بقى بسرعة بعد ما خلصت ضرب أبدأ أنزل. زي ما انتوا شفتوا يا حبايب قلبي، فردت الأشطوطة، وهبدأ أحط فوق الوش برضو جوز هند اهي. وهنسيبها ليلة كاملة أو يوم كامل، والأفضل يوم كامل، ما نجيش جهاتها خالص لحد ما ايه تتماسك وتجمد. وهبدأ أجيب بلاستيك فيلم وأحطه عليه اهي يا حبايب قلبي. بعد ما خلصنا حطيت بلاستيك فيلم بعد ما رشيتها بالجوز الهند، وكمان ظبطتها من هنا ومن هنا ومن الجناب. هنسيبها بقى يوم كامل، وبعدين نشوف هنقطعها ازاي. ورجعنا لكم بعد ما سبناها يوم كامل حبايبي، وهنفتح عليها بقى نبدأ نحوش الكيس اهي. ما شاء الله تبارك الله، شايفين؟ مفيش حاجة لازقة اهي قدامكم اهي، كل حاجة على يدكم. على فكرة هنا فرحانين جدا في البيت عشان حاجة زي كده تتعمل بقى في البيت كده، يعني ما شاء الله تبارك الله. نبدأ بقى بسم الله نقطعها، تتقطع بسلاسة جدا وسهولة اهي. وهنا بقى هبدأ بعد ما قطعتها بسم الله اللهم بارك اهي يا حبايبي، شايفين؟ مفيش حاجة لازقة خالص. واهي ونحط في طبق التقديم. ما شاء الله اللهم بارك اهو، بتطلع بسلاسة وسهولة جدا. ما شاء الله اللهم بارك اهي، وما بتلزقش كمان اهي يا حبايبي، شايفين؟ معجزة. بجد والله كله هنا ما شاء الله فرحان يعني. وهنبدأ نرص بقى في الطبق، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله حاجة كده يعني. شايفين؟ ما شاء الله، شايفين يا جماعة المنظر؟ بجد تحفة. يلا بقى قوموا جربوها، وما عنتوش تشتريوا من بره، تعملوا كل حاجة في البيت. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.